السلام عليكم وهاي وصباح الخير مساء الخير كل الترحيبات عشان لحد دلوقتي ما اخترتش انترو للفيديوهات. بصراحة عايزة انترو تكون قلب حياة رزونة وانتو حياة رزونة حاجة زي كده. لو عندكم اقتراحات اكتبولي في الكومنتات. خليني اقول لك على حاجة من الاول عشان ما نضيعش وقت. الكمبيوتر مش ذكي ولا بيفهم ولا بيحل مسائل، كل اللي بيحصل جوه الجهاز ده كهرباء بتفتح وتقفل. طيب السؤال الحقيقي بقى، وإزاي النظام التشغيل ذات نفسه بيشتغل، إزاي الزيرو الواحد متخزنة على هارد بتحوله لحاجة شغالة. لما تدوس زرار الباور في كود صغير جدا بيبدأ الأول. الكود ده مش ذكي مش كبير، هو مجرد شرارة. الكود دوت مكتوب من الزيرو الواحد ومتخزن بشكل ثابت متحجر ومش شغال لوحده. وعلى فكرة هو مش متخزن على الهارد لأن الهارد ذات نفسه محتاج اللي يشغله. هنا بقى يظهر السؤال المهم، لو المعلومات ثابتة مين بيشغلها؟ مين بيمسكها ومين بيحولها من مجرد زيرو وواحد لحالة شغالة؟ الإجابة المختصرة الرام. بس مش زي الناس ما فكرة. الرام مش مخزن، الرام مش عقل، الرام مكان بيمسك الحالة الكهربية. والحالة دي مين بيتحكم فيها؟ أيوة، الترانزستور. الترانزستور مش مكون عبقري، هو مجرد مفتاح بيفتح ويقفل. لكن لما ترتبط مفاتيح كتيرة مع بعض وتخلي بعضها بيحافظ على الحالة وبعضها بيغير الحالة، فجأة يطلع لك نظام كامل. في فيديو في الفيديو دوت هنتكلم عن الأداء، ولا تسريع ولا ذكاء اصطناعي. في الفيديو دوت هنتكلم عن الأداء، ولا تسريع ولا ذكاء اصطناعي. هنفهم حاجة أخطر بكتير، إزاي الرام بيمسك الحالة، وإزاي الترانزستور بيغيرها، وإزاي من مفاتيح غبية بيطلع كود شغال، ومن غير مصطلحات تقيلة ومن غير حشو ومن غير أوهام. يلا نبدأ. إزاي المعلومة بتنتقل من تخزين ميت لحالة شغالة؟ خلينا نمسكها من الأول خالص. المعلومة وهي على الهارد زيرو واحد، موجودة بس ساكتة، لا كهربا شغالة ولا قرار بيتاخد ولا حتى بيتنفذ. زي كلمة مكتوبة على ورق محدش بيقراها. أول ما الجهاز بيشتغل وأول ما المعالج بيطلب البرنامج المعلومة دي، هي ما بتنفذش من مكانها، هي بتنتقل، تتنسخ من هارد وتطلع لمكان تاني أسرع، مكان معمول لحاجة واحدة بس يمسك الحالة. المكان ده هو الرام. الرام هنا ما بتفهمش ولا بتفسر ولا بتنفذ، الرام بتعمل حاجة أبسط وأخطر، بتحافظ على الزيرو والواحد كحالة كهربية. طب إيه يعني الحالة الكهربية؟ زي ما خدنا المرة اللي فاتت، واحد في شحنة، زيرو ما فيش شحنة، مش نبضة مش إشارة بتيجي وتمشي، حالة ثابتة طالما الكهرباء شغالة. طب الحالة دي بتتمسك إزاي؟ الإجابة الذاكرة كل خانة العشوائية جواها الرام رام فيها ترانزستور. ليست مجرد الترانزستور مخزن هنا مش ثابت بيحسب للمعلومات، ومش هي بيقرر، هو مكان مجرد باب ديناميكي بيفتح ويقفل. يحتفظ لما بالحالة المعالج بيقول الكهربائية أنا التي عايز تمثل أكتب هنا، البيانات النشطة. بيبعت هذه عنوان الحالة الخانة وأمر الكهربائية الكتابة، ضرورية والترانزستور لتشغيل البرامج، بيفتح الشحن. كما أنها الشحنة تدخل، ضرورية الترانزستور لتشغيل يقفل، التطبيقات الحالة اتسحبت. المختلفة. كده يعمل المعلومة الترانزستور اتحولت من زيرو كمفتاح واحد بسيط متحجرين إلى يفتح زيرو واحد ويغلق الدائرة شغالين. الكهربائية. ولما المعالج على الرغم من يحتاجها بساطته، نفس العنوان يعتبر وأمر القراءة الترانزستور والباب الوحدة بيتفتح الأساسية والحلل في بناء تطلع الدوائر الكهرباء. ولا الإلكترونية معنى ولا المعقدة. فهم ولا ذكاء، الدوائر مجرد فتح الإلكترونية شحنة المعقدة قفل شحنة. تشكل أجهزة وده هو الكمبيوتر. الفرق الحقيقي بين الترانزستور التخزين هو وبين الوحدة التشغيل. الأساسية في بناء الدوائر طيب الإلكترونية ازاي التي الترانزستور تشكل أجهزة بيغير الحالة الكمبيوتر. ويطلع هي القرار؟ تشكل لحد نظاما دلوقتي متكاملا. الترانزستور كان عندما مجرد باب تتحد عدة يفتح ويقفل ترانزستورات ويمسك معا، الحالة. تحافظ بس لو بعض ده الترانزستورات كله اللي عن بيعمله ما الحالة كانش هيطلع بينما الكمبيوتر. يغيرها السؤال البعض الحقيقي، الآخر. هذا ازاي النظام مفتاح غبي المتكامل بيغير قادر زيرو على إلى واحد معالجة أو واحد المعلومات إلى زيرو؟ بكفاءة. يمكن الإجابة مش للنظام في المتكامل ترانزستور واحد، تنفيذ الإجابة في العمليات التوصيل. المعقدة أيوة، بفعالية الترانزستور لوحده عالية. ما بيعملش منطق، لكن لما توصل أكتر من واحد بترتيب معين بتطلع بحاجة جديدة. البوابات المنطقية دي حرفيا باب لوحده في تالتة ثانوي، بس أنا هحاول أفهمك على قد ما أقدر. بوابة AND دي معناها بسيط جدا، النتيجة تبقى واحد بس لو الاتنين كانوا واحد، يعني لو اتنين كانوا متوصلين وبيدخلوا كهرباء. الكهرباء بقى بتقف لو كان واحد بس فيهم مش شغال أو اللي هو المتوصل، يعني هما الاتنين متوصلين على التوالي. بوابة OR دي النتيجة بتبقى واحد
لو أي واحد فيهم اشتغل، يعني متوصلين على التوازي، مفتاحين جنب بعض، الكهرباء بتعدي في أي سلك منهم. بوابة نوت دي بقى اللي بتقلب الحالة، لو كان واحد هيبقى زيرو، لو زيرو هيبقى واحد، ولا حساب ولا تفكير ولا معنى، كهرباء ماشية وتصميم يسمح أو يمنع بإنها تمشي أو لا يعني. معلش سامحوني على اللخبطة، الحس مش قادرة أعمل مونتاج، معلش سامحوني، معلش سوري. اللي بيحصل جوه المعالج مش أكواد بتتحرك، لكن حالات بتتغير حسب البوابات. الكود نفسه مجرد زيرو واحد في الرام، لكن البوابات هي اللي بتقارن وتغير وتطلع النتيجة، والناتج ده بقى هيروح فين؟ لو سبناه هيختفي فورا. عشان كده في حاجة أخطر جاية في الجزء اللي بعده. دلوقتي خلينا نقفل الدايرة ونشوف الصورة الكاملة من غير تشويش. الترانزستور مش فكرة لوحدها، والرام مش قطعة سحرية، والكود مش كلام سحري، كلهم نفس الحاجة بس على مستويات مختلفة. الترانزستور يا فاتح يا قافل، يا زيرو يا واحد. لما نحط كذا ترانزستور مع بعض عند هيطلع تشغيل لنا قرار الجهاز منطقي، ودي هي يتم البوابات تحميل الآند والأور المعلومات والنوت. من القرص ولما الصلب نربط إلى القرارات ذاكرة دي في الوصول حلقة العشوائي يطلع لنا رام. الفليب فلوب. يتم ذلك عندما يطلب أول حاجة المعالج في التاريخ تعرف برنامجا تقول معينا. أنا فاكر اللي حصل من شوية. ذاكرة الوصول وهنا العشوائي بالظبط ظهرت رام الذاكرة. الرام بقى لا إيه؟ تفهم الرام مش أو صندوق بيخزن ملفات، تفسر الرام الأوامر. عبارة عن ملايين من الفليب ذاكرة فلوبس، الوصول كل واحدة العشوائي ماسكة حالة كهربية رام ومستنية حد يقول لا لها تنفذ سيبيه أو الأوامر. غيريه. ذاكرة المعالج الوصول بيشتغل طيب العشوائي إزاي؟ رامون تحتفظ بالبيانات المعالج ما فقط. بيخزنش، البيانات المعالج محفوظة بيسأل في حالات ويقرر. كهربائية بيسأل الرام تمثل القيمة دي الأصفار، كام؟ الرام بترد والواحدات عليه زيرو تمثل أو الحالة واحد. الكهربائية. المعالج في ذاكرة يعديها على الوصول البوابات العشوائي المنطقية للبيانات ويطلع قرار وجود شحنة ويرجع القرار تاني كهربائية للرام. يمثل طب الحالة يعني فهميني واحد. شوية، مين غياب بيخدم مين؟ الشحنة هقولك، الكهربائية الترانزستور يمثل هو الجندي، الحالة البوابات صفر. المنطقية هذه هي الحالات القرار، الفليب الكهربائية فلوب هي تشكل الذاكرة الأساس اللحظية، لعمليات الحاسوب، الرام ضمن هو تشمل الذاكرة هذه السريعة، العمليات والمعالج هو الحسابية المدير اللي والمنطقية. بيحرك الكل. وبالتالي والكود، الحالة الكود مش أكتر من الكهربائية تعليمات بتقول هي افتح تمثيل اقفل البيانات خزن قارن الأساسي اقفز لذاكرة أي حاجة الوصول يعني. العشوائي. وفي الآخر لا كل اللي على يمكن لترانزستور الموبايل، واحد كل اللي على أن يقوم الكمبيوتر، كل بعملية الذكاء منطقية الاصطناعي بمفرده. واقف فوق يتم توصيل ترانزستور عدة بيقول ترانزستورات يا واحد يا بتركيب زيرو. معين مفيش لتشكيل سحر، مفيش البوابات غموض، المنطقية. في هندسة تشمل وبس. البوابات المنطقية خليني أقولها الأساسية لك بوضوح من غير AND لف، الكمبيوتر OR مش ذكي ولا بيفهم ولا ونوت. بيفكر، هو هذه مجرد البوابات آلة كهرباء المنطقية بتعرف تحافظ هي اللبنات بالحالة الأساسية وتغيرها بناء على للعمليات القواعد. المنطقية في الترانزستور الحاسوب. قال يا واحد يا تعتبر زيرو، البوابات البوابات المنطقية قالت قارن الضرورية اختار اقفل لتنفيذ وافتح، العمليات والفليب فلوب الحسابية قال أنا فاكر اللي والمنطقية. حصل، تستخدم والرام البوابات قالت المنطقية سيبيه معايا في لحد ما تصميم تحتاجيه. الدوائر ومن الرقمية هنا وأنظمة يطلع كل اللي التحكم. بنسميه برمجة، تطبيقات، ألعاب، وذكاء اصطناعي. مش لأن الآلة عبقرية، لكن إننا عرفنا إزاي نربط قرارات بسيطة بسرعة مجنونة وبدقة عالية. لو فهمت النقطة دي فأنت كده بدأت تفهم الكمبيوتر من الجذر، مش من فوق. في الفيديو الجاي إن شاء الله هندخل خطوة عميقة أكتر من اللي عدينا بيه، إزاي المعالج بيقرأ التعليمات، وإزاي الكود بيتحول حرفيا لكهرباء. فلو الفيديو ده فرق معاك اعمل لايك واشتراك علشان السلسلة دي تكمل. سلام.